السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قررنا ان احنا نخرج في تالت يوم العيد قبل ما العيد يخلص. فدي مش اول مرة بصراحة بنروح ابو راوية الهانوفيل دي، اكتر من مرة. وطبعا هو معروف بالاكل الجميل جدا، الطرب والحمام عنده حاجة كده روعة. وكل مرة بصراحة نفس الاوردر بيتطلب ونفس الحاجة السبيشال المخصوصة اللي احنا بناخدها. فقررنا النهاردة ان احنا نروح بقى كده ونجرب الجمال بتاع المطعم ابو راوية. بيتميز ان هو هادي، ما فيهوش ناس كتير، وتحس ان هو مكان واسع كده وانواره حلوه. انا بصراحه برتاح له، والله ما بعمل دعايه ليه، بس انا بوريكم المكان اللي انا بحب دايما في وقت الفراغ، او مثلا في لما مثلا نبقوا فاضيين نروح نخرج فيه. فهنا بقى كنت بوريكم المنيو بجد فعلا. بصوا على قد ما يبقى مكتوب انا بيعجبني ايه. بيعجبني الرز المعمر، بيعجبني الحمام طبعا المحشي فريك اكتر من الرز، بيعجبني كمان الطرب والكفته والنيفه، حاجات بقى ايه اللي هي مخصصه، يعني مش اي حاجه باخدها. بالاضافه طبعا لشوربه الحمام، بالاضافه طبعا مكرونه بولونيز. فانا كده يعني قررت ان انا اصور لكم المنيو. طبعا هي الاسعار عنده واو شويه. وهنا بقى كنا طلبنا الاوردر وكان بيتناقش معانا في الاوردر، بس احنا كنا محددين يعني. نزلوا طبعا اول حاجه بالسلطات، سلطه طحينه، سلطه بنجر، سلطه زيتون، خيار مخلل وفلفل وحاجات مخللات، والليمون طبعا والطحينه والبابا غنوق. كان طبعا كوبليه سلطات وملوا بيه الترابيزه. فانا بوريكم هنا سلطه الطحينه بتبقى معروفه كده، بصوا شايفين بيعملوها ازاي. فقررت ان انا اعملها بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله لما اجي اعمل سلطه الطحينه. بس انا بصراحه ما بحبش جو السلطات الكتير ده، بتخنق منه بسرعه وما بحبوش في التقديم. وحطوا لنا كمان كولسلو، بس الكولسلو اللي انا بعمله اطعم بكتير، ما عجبنيش خالص. البنجر نوعا ما حلو، بس الجزر اللي كان عليه ما كانش عاجبني قوي. هنا بقى كنا بناكل السلطه. كانوا طولوا علينا شويه في التقديمه، ان هما في يعني يجيبوا لنا الاكل، فطولوا علينا زهقونا. فقررت ان انا نقنق كده شويه سلطه على طحينه على خيار وطماطم، يعني تغيير جو. هنا بقى كانوا جابوا شوربه الحمام. طبعا انا ما بحبش شوربه الحمام، فطبعا بابانا خد شوربه الحمام هو. انا ماليش فيها قوي. كنا هنا عمالين نضحك، لو عايزين اطلقوا له مش عارفه ايه وبتاع. انا ما يعني مش في كل الاوقات بحب شوربه الحمام. ف هنا بقى كنت مكسوفه بصراحه ان انا اصور. كان هو هنا بينزل الجرسون الويتر بينزل الطلبات، فكنت مكسوفه. بصوا بقى، جاب لنا طبعا ممبار حدث ولا حرج، مكرونه بولونيز، الحمام طبعا المحشي اللي هو ملك المائده. طبعا عايزه اقول لكم ان اول ما الحمام اتحط، اول مره في حياتي احس ان انا جعانه جدا جدا جدا. طبعا الورقتين العنب دول بابانا هو اللي كانوا، ما لحقتش حتى اشوفهم. طبعا كان بينزل الحاجات على فترات. اول حاجه ابتدينا بيها طبعا الحمام. بعد السلطه خدت لي ممبرايه، ويارا طلبت مكرونه بولونيز بالفراخ، قصدي باللحمه المفرومه. هنا بقى الحمامه بتتحدث عن نفسها. انا عايزه اقول لكم ان انا بقى يتريق عليا يقول لي ايه ده، ايه ده انت ما خلتيش العظم. نزلت حتتك بتتك. طبعا كانت الطبق الاخراني اللي هي نيفه اللي عدت والكفته. وبعد طبعا ما خلصنا الحمد لله وغسلنا ايدينا والدنيا كانت كويسه، قررت اعمل لكم ان انا اصور لكم المنظر الريفيو الحلو عن المكان والشكل حلو. انا والله ما بعمل دعايه ليه. النافوره دي هتلاقوها وانتم نازلين من على السلالم. يارا طبعا كانت واقفه، يعني كانت قررت انها تتصور. ده المكان اللي احنا كنا فيه جوه. طبعا انا هنا بقى نازله عايزه اقول لكم ان انا مش قادره انزل كرشي ده قد كده في قد كده. واكلت اكل السنين. حاجتهم نظيفه جدا. بصوا بقى هنا بقى المنيو. الحمام طبعا بجد فعلا حدث ولا حرج، ابو راويه يتميز بالحمام. نزلنا بقى بجد فعلا يوم كان ممتع حلو قوي 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 قوي. وبرده في نافوره فوق اهي، وفي نافوره البطه اللي هي هوريها لكم من تحت. المكان جميل. طبعا انا مبسوطه جدا جدا النهارده. مش اول مره اخش ابو راويه، دخلناه طبعا كتير، بس بجد فعلا نظافه ورواقه كده، وتحسوا ان الاكل طعمه حلو بتاع زمان كده ومعمول بالسمنه البلدي. الاسعار ملناش دعوه بالاسعار، يعني مش احنا اللي بندفع، بابانا ربنا يخليه هو اللي بيدفع. المهم طبعا بصوا زي ما انتم شايفين النافوره وجمال النافوره. فحاجه كده جميله جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش دعمكم يفرق معانا. هنا بقى كنا طالعين نركب العربيه وبألف خير وبصحه، ويا رب دايما في احسن حال. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي.